جل وعلا أن يعمنا جميعا بفضله وكرمه وإحسانه. أيها الإخوة والأخوات، قص الله تعالى علينا من قصص الأولين ما فيه عبرة لنا وعظة، وأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص على الأمة من قصص الأولين، لا لأجل فقط التسلية، وإنما لأجل استخراج العبر والعظات منها. فقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص، وقص عليهم قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة ثمود وعاد والنمرود وقارون وفرعون. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة نوح لأجل إذا طال عهدك بالدعوة بقومك تتذكر نوحا عليه السلام وأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فتثبت على دعوته. نقص عليك قصة لوط لأجل إذا رأيت من قومك من يتبعون الشهوات ويقعون في أنواع الفواحش تذكر لوطا عليه السلام وما عاناه من قومه فتثبت على دعوتك. نقص عليك قصة شعيب وكيف عانى من قومه التلاعب بالمكيال والميزان لأجل إذا رأيت من قومك من يصنع مثل ذلك تثبت في دعوتك. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. ليس فقط أنباء الرسل، لا، أنباء ما قد سبق. قصصنا عليك قصة قارون وهو ليس نبي، قصصنا عليك قصة النمرود، قصصنا عليك قصة فرعون. نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فبين الله جل وعلا أن هذه القصص لأجل أن يكون فيها عبرة وعظة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: القصص جند من جنود الله، بمعنى أنك تسوق لإنسان قصة في بر الوالدين ثم لا تعلق عليها، لكن فيها عظة وعبرة له. تقص على إنسان قصة ظالم ظلم الناس ثم أصابه الله تعالى بعاقبة فعله، وكأنك تعظه وتقول: ترى إن استمريت على ظلمك فإنه سيصيبك كما أصابه. هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن عددهم لا يتجاوز 25 رسولا، مع أن الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده أكبر من ذلك بكثير. في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أبو ذر، قال أبو ذر: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. قال أبو ذر: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ وهو قد جاء أيضا في حديث أبي أمامة قال: رسل. فقال عليه الصلاة والسلام: 24,000 جما غفيرا. بعضهم فلم يتجاوز 25 نبيا. وهؤلاء الرسل بعضهم فصل الله تعالى قصصه، وبعضهم اختصرت لنا قصته، وبعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته. اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه ولا نعرف، ذو الكفل نعرف اسمه ولا نعرف قصته، هود نعرف شيئا من قصته، صالح نعرف شيئا منها. نحن اليوم سنقف على قصة نبي من الأنبياء، ليس على قصته كلها، لا، بل على طرف منها. هذا النبي هو أكثر نبي فصل الله تعالى قصصه في القرآن، ذكر اسمه في القرآن 183 مرة. قصته متفرقة في 25 موضعا من القرآن. هذا النبي عدته قبل ولادته، الظروف التي عاشتها المجتمع الذي ولد فيه نعرفه قبل ولادته، ونعرف اسم الملك الذي يحكم في زمانه، ونعرف بعض إخوانه، ونعرف ماذا فعلت أخته، ونعرف الظروف التي ولد فيها وكيف تصرفت أمه، ونعرف أين تربى، ونعرف كيف تزوج، ونعرف كيف دعا، ونعرف عدد معجزاته، ونعرف ما هي معجزاته، ونعرف أخباره تفصيلا مع قومه. هذا النبي مع أنه لم يلبث في قومه كما لبث نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا أننا نعرف من تفاصيل قصته ما لا نعرف من تفاصيل قصة غيره من الأنبياء. نحن اليوم نقف على إحدى هذه القصص
من قصص موسى عليه السلام. موسى عليه السلام هو من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، إيل ميكائيل يعني محب الله، خادم الله، عبد الله، إيل معناها الله. جاء إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، جاء من فلسطين إلى مصر بعدما سكن يوسف عليه السلام في مصر في قصة طويلة، في قصة خروجه من الجب، ثم بعد ذلك في مصر، ثم خروجه من السجن إلى أن أصبح عزيزا في مصر. فجاء يوسف عليه السلام بيعقوب وبأبنائه، ثم تناسل وصار في مصر نوعان من الناس. النوع الأول هم المصريون الأصليون الذين سكنوا مصر أصلا، والنوع الثاني هم بنو إسرائيل الذين جاءوا أصلا من فلسطين لكنهم سكنوا في مصر وصاروا من أهلها، وأصبح بينهم التنافس. بعث الله تعالى بعد يوسف عليه السلام بعث عددا من الأنبياء، ثم بعث الله تعالى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام بعث من قوم بني إسرائيل ولم يبعث من قوم فرعون، فعندها حقد عليه فرعون وحصل بينهما ما حصل. بعدما تمكن موسى عليه السلام وأهلك الله تعالى فرعون وقومه جنوده الذين كانوا معه، واستقرت الأمور لموسى عليه السلام في مصر، وصار يحكم في مصر ويحكم بني إسرائيل، وبدأ يعلمهم ويفقههم. هنا تبدأ قصتنا اليوم. قام موسى عليه السلام فيهم خطيبا فأحسن وأبدع، فسأله سائل منهم قال له يا موسى يا كليم الله، قال نعم. قال من أعلم أهل الأرض؟ في الأرض أحد أعلم منك؟ وقد أعجب بما تكلم به. قال هل في الأرض أحد أعلم منك؟ موسى عليه السلام لا يعلم أن على وجه الأرض نبي غيره، ويعلم أن الأنبياء هم أعلم الناس. فقال موسى عليه السلام لا، ليس على وجه الأرض أحد أعلم مني. فعتب الله تعالى عليه لما لم يرد العلم إليه، لما لم يقل موسى الله أعلم، لماذا جزمت إن ما في أحد أعلم منك؟ أنت تعلم بكل ما في الأرض، لعل فيه نبي يمين أو يسار ما تعرف عنه. فعتب الله تعالى على موسى لأنه لم يقل الله أعلم، يمكن فيه الله أعلم. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن عبدا من عبادي هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام يا رب دلني عليه. وهذا من حرص موسى عليه السلام على طلب العلم وتعلم العلم. ما قال موسى والله أنا الحمد لله عندي علم، وحتى لو كان ذاك الرجل أعلم مني أهم شيء أنه ليس في أرضي التي أنا فيها. لا، قال يا رب دلني عليه، كيف السبيل إليه؟ فقال الله تعالى هو في مجمع البحرين. فقال فأين أعرف موضعه؟ ومجمع البحرين قيل هو عند البحر الأحمر، عندما ينقسم البحر الأحمر إلى قسمين في شماله، قيل هذه النقطة التي يجتمع فيها الدلتا يجتمع فيها الجزءان، هذا هو مجمع البحرين. وقيل هو التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق. فهذا قولان للمفسرين. طيب كيف أصل إليه يا ربي؟ مجمع البحرين منطقة واسعة، إن كانت تلك التي عند البحر الأحمر فهي سينة وفيها من السعة الشيء الكثير، وإن كانت الأخرى فهي واسعة، كيف أصل إليه يا ربي؟ فأعطاه الله تعالى علامة. هذه العلامة ليست معلما في الأرض، لم يقل له تجده عند الجبل الفلاني، تجده في مكان فيه أشجار لونها كذا، لا، لم يعطيه علامة على الأرض، وإنما أعطاه علامة أول مرة تحصل في العلامات التي يدل الناس بعضهم بعضا عليها. قال الله تعالى له خذ حوتا في مكتل، يعني خذ لك مكتلا وهو ما يحط طعام سلة، خذ حوتا سمكة في مكتل. يخرج الحوت الحياة في الحوت من جديد وينطلق. إذا فقدت الحوت اعلم أن هذا الرجل العالم في ذلك الموضع. أخذ موسى عليه السلام مكتلا ووضع فيه هذا الحوت،
وأخذ معه غلاما له اسمه يوشع. ويوشع هو غلام ملاصق وملازم لموسى عليه السلام، وهو الذي حكم بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي فتح بيت المقدس ببني إسرائيل. وذلك أن موسى قال لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين. وأخذوا يترددون حتى حكم الله تعالى عليهم، قال: 40 سنة يتيهون في الأرض، ضيعوا في صحراء سيناء، أنتم لا تستحقون الدخول إلى فلسطين. ومات ذلك الجيل الذي كان مع موسى عليه السلام، وظهر جيل آخر تربى على الشدة في الصحراء، وتربى على التعب، ولم يتربى على الرفاهية والقعود. عندها قاد يوشع عليه السلام هذا الجيل الجديد الذي تربى على الشدة والقوة، وفتح بهم فلسطين. ولذلك يقول أهل العلم في الغالب أنه في كل 40 سنة يتجدد الناس، أعمار أمتي ما بين 60 و70، فإذا وصلت أعمار الإنسان، عمر الإنسان إلى أشده وبلغ 40 سنة، قل من يجاوز 80، عندها يتجدد جيل آخر يتجاوز 40. فحكم الله تعالى عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فيوشع تربى مع موسى عليه السلام، وهو الذي فتح بهم بيت المقدس. خرج موسى عليه السلام وترك عند بني إسرائيل من يرعاهم، وأخذ معه هذا الحوت في مكتل، ومضى حتى تعب تعبا شديدا، لكن كان في نفسه حرص على طلب العلم وعلى الاستفادة. لم يقل الله تعالى لموسى: إن التقيت بذلك الرجل زدنا في مالك، أو زوجناك، أو رفعناك عن درجة الأنبياء إلى درجة أعلى. لا، وإنما كان هو حرص حقيقي في قلب موسى على تعلم العلم، على إدراك المعرفة. ويعلم موسى عليه السلام أن الرفعة الحقيقية هي بالعلم الشرعي، الرفعة الحقيقية هي بما تملك أنت من علم، سواء علم شرعي وهو أشرف العلوم، أو أيضا العلوم الأخرى. ولذلك حتى السلف رحمهم الله تعالى كانوا يدركون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يستفيد الإنسان وأن يطلب العلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أصحابه. أقبل إليه شاب يوما قال له عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: الله ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. يحلفه، قال: الله، يعني والله ما جاء به إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن جبريل أخبرني أن طالب العلم تضع الملائكة له أجنحتها رضا بما يصنع. وخرج عليه الصلاة والسلام يوما على أصحابه وإذا هم يتذاكرون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، ولم يأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا الازدياد من العلم. فقال الله جل وعلا له: وقل ربي زدني، ليس زدني عزة، زدني مالا، زدني أصحابا، وقل ربي زدني علما. ولم يأمره أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وكم من بيوت قامت على ارتفاع نسبها وعلى العز والمال فانهدمت ولم تذكر. بينما اليوم لا نزال نذكر علماء، فمن من الناس اليوم يجهل مثلا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تميزوا في العلم كأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود والصحابة الكرام الخلفاء الأربعة وكغيرهم. من الناس اليوم إذا ذكرت له أحمد أو الشافعي أو ذكرت أبا حنيفة أو ذكرت مالكا يجهله. من الناس اليوم يجهل ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم. تجد أن هؤلاء ما اعتزوا في الأمة لأنهم كثيرة أموالهم، وإنما اعتزوا في الأمة لأنهم طلبوا العلم ثم ورث الناس عنهم هذا العلم. ولذلك موسى عليه السلام كان يدرك ذلك، يدرك أني إذا طلبت العلم زادني هذا أجرا عند ربي وأعزني أعظم وأعظم. فخرج موسى عليه السلام معه هذا المكتل وجعل يمشيان حتى أصابهما التعب والنصب، فأقبل إلى صخرة ونام عندها. ثم لما أيقظ موسى عليه السلام يوشع وقال له: عجل بنا، وذلك أنهما قد طال نومهما، فخشي أن يتأخر فقال: قم نمشي نبحث عن هذا الرجل. فأخذ يوشع جمع المتاع ولم ينظر في المكتل
المكتل من ضمن متاع معهم، وعندهم دابة، وعندهم يعني الدابة تحمل ليس فقط المكتل الذي فيه الطعام، الدابة عليها فراش، وعليها يعني بساط يجلسون عليه، وعليها ماء، وعليها أغراض كاملة للمسافر. فالمكتل يعتبر جزء من هذا العفش. جاء وحمل بسرعة وربط ومشي، فلما وصل إلى موضع آخر نزل، وقال موسى ليوشع: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والله تعبنا من هالسفر. جاء وفتح المكتل ليخرج الطعام فلم يجد الحوت. تعالوا نستمع إلى ما حكى الله جل وعلا من خبرهما. يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه يوشع: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح يعني لا أتوقف أبدا، سوف أستمر، أتعب ما أتعب، أمرض ما أمرض، سوف أستمر حتى أبلغ المكان الذي أريده. لا أبرح، لا أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا يعني سنين، قالوا كل حقبة من الزمن 10 سنوات. فكأن موسى يقول: والله لو تمر علي 10 سنوات وأنا ما وجدت هالرجل الصالح الذي أمرني الله بأخذ العلم عنه، لا أدخل في 10 سنوات أخرى، وإذا ما وجدته لا أدخل في 10 سنوات ثالثة، أو أمضي حقبا. قال الله تعالى: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت ألقى الله تعالى فيه الروح وتحرك من المكتل وهما نائمان، وخرج من المكتل، قفز ودخل في البحر. وهما أصلا كان يمشيان على ساحل البحر، لأن الله تعالى أخبرهما أن هذا الرجل الصالح العالم موجود على ساحل البحر. ما دام قال مجمع بحرين معناه ساحل بحر. فموسى ما ذهب يبحث في البر وفي الصحراء، جاء يبحث على ساحل البحر. فالحوت قفز ووجد رائحة الماء ودخل في البحر. وقول الله تعالى هنا: فاتخذ سبيله في البحر سربا، معناه أن هذا الحوت لما قفز في الماء جعل يسير في الماء على الساحل، كأنه يتوجه إلى الموضع الذي فيه ذلك الخضر الرجل الصالح. وحفظ الله تعالى موضعه، طريقة سباحة على الماء حفظت، وإلا الماء في الغالب إذا حركته يعني يرجع بعضه إلى بعض، ليس مثل التراب. لكن الله تعالى حفظ له هذا الماء، جعله سربا، جعله طريقا، جعله نفقا في الماء. فلما جاوزا الصخرة قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والله نحن تعبنا في هذا السفر. جاء هذا الغلام وبحث فلم يجد الحوت في المكتل. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. لم يقل الغلام إن الحوت سقط منا ونحن نسير، ذلك لأنه يعلم المكتل مربوط في هذه الدابة التي هو عليها. لكن لما ينزلون ويضع المكتل ويخرج منه الطعام يكون مفتوحا، فيستطيع الحوت أن يخرج لو قذفت فيه الروح، ولذلك علم أنه خرج في ذلك المكان. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لما كنا نائمين، فإني نسيت الحوت، نسيت أن أتفقد الحوت، وإلا أنا في كل موضع أتمنى أن الحوت يفقد حتى نكون وصلنا إلى مكاننا. لكن كل مرة أبحث أجد الحوت موجود، أقول: يا الله متى نفتك منك، متى تخرج حتى نصل إلى مكاننا. فلما قدر الله أن يوجد في ذلك المكان نسيت أن أتفقده، فإني نسيت الحوت. ثم قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وذلك لأن يوشع لو كان الحوت خرج من المكتل ووقع على الأرض لكان وهو يجمع العفش رأى الحوت واقعا، لكن لأنه يقول: أنا جمعت العفش ولم أرى الحوت ساقطا، ما دام أن الحوت ليس في المكتل ولم أره ساقطا على الأرض معناه أنه دخل البحر. ولذلك قال: واتخذ سبيله في البحر، ثم سكت، ثم قال: عجبا كيف حوت ميت ويدخل البحر حي؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغ، أصلا هذا الذي حصل أنا لن أعتب عليك
ولن أصرخ بك. أصلا هذا اللي أنا أبحث عنه منذ أن خرجت من مصر، أنا من زمان أريد أن نفقد هالحوت. يلا جيد أنك علمت أين فقدناه. قال الله تعالى فارتدا على آثارهما قصصا، جعل يمشيان على الأثر الذي أقبل منه، جعل يمشيان يتتبعان نفس الأثر، لأن ربما أن الحوت تقدم أو تأخر، وهما يمشيان ويبحثان عن أثر هذا الحوت. يقول الله فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجدا الخضر. موسى عليه السلام لما رجع إلى ذلك الموضع كان قد ترك ذلك الموضع صحراء قاحلة ساحل البحر، فلما رجع وإذا فيه خضرة فيه زرع، فعجب موسى، قال والله ما تركنا هذا المكان على هذا، تركنا المكان وهو يعني ساحل بحر ما فيه خضرة ولا فيه زرع، كيف أصبح عشبا أخضر؟ وإذا بالخضر موجود في ذلك الموضع. وفي الحديث الصحيح أن الخضر إنما سمي بالخضر لأنه من كرامته عند الله ما يجلس في موطن إلا انقلب الموطن أخضر، مثل ما والصحيح أن الخضر نبي، الصحيح كما سأذكر لكم أنه نبي، وأنه ليس رجلا يعني وليا من الأولياء وأنه رجل صالح، بل هو نبي كما سيأتي معنا تفصيله. ولذلك يعني من معجزات الأنبياء مثل ذلك. أليس عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، يأتي ويمسح على عيني الأكمه الذي ولد أعمى فإذا به مبصر، ويمسح على جلد الأبرص وإذا هو له جلد حسن. أليس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وقد كسرت ساقه، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام عليها فقام ليس به بأس. فالخضر من كرامته عند الله أنه إذا جلس في مكان انقلبت المنطقة التي حوله خضراء عشب. رجع موسى وإذا والله عشب، من وين جاء العشب؟ نحن ما خرجنا من هذا المكان إلا قبل يعني ربما أقل من يوم، كيف انقلبت خضراء؟ من اللي زرعها؟ من الذي أسقاها بها السرعة؟ قال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، أقبل وإذا الخضر مضطجع وقد جعل عليه لحافا. فسكت موسى ويوشع ينتظرانه أن يستيقظ من نومه، فلما أفاق نظر إلى موسى فقال له موسى السلام عليك، فقال وأنى بأرضك السلام، يعني أنا عايش بين ناس على غير الدين وعلى ما في أحد يسلم، غريب أنك جاي تلقي عليه السلام التحية. ولذلك الأديان التي جاء بها الأنبياء وإن تنوعت في شعائرها، يعني مثلا في شرائعها، هذا النبي عندهم الصلاة مثلا 5 مرات في اليوم، هذا النبي لا 10، هذا النبي 3، هؤلاء يقرؤون فيها كذا، هؤلاء، إلا أن أصولها واحدة. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، كل الأنبياء جاءوا بصلاة. ولذلك كما قال الله تعالى عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي، معنى عندها صلاة. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. الأنبياء عندهم صلاة، يقول الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عندهم الشرائع متشابهة، ولذلك حتى الأحكام، يعني مثلا الله جل وعلا ذكر مجيء الملائكة إلى إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا إيش؟ سلاما، السلام عليكم، يسلمون، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل. فموسى عليه السلام كونه يلقي السلام على الخضر هذا دليل أن هذه الأحكام كانت متشابهة عند الأنبياء، ليست شرائعهم متطابقة، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجا، لكنها متشابهة. فقال السلام عليك، قال الخضر وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، أنا أسمع أن فيه نبي اسمه موسى وهو من نسل إسرائيل، موسى بني إسرائيل. قال نعم. فقال الخضر إني على علم من علم الله علمني الله إياه
لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا. فقال له موسى، كأن الخضر أعطى موسى نصف المشوار خلاص، فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا سأتبعك وأريدك تعلمني. فقال الخضر أنت موسى الذي أنزل الله تعالى عليك التوراة وتأتي تتبعني؟ قال له موسى نعم. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل عند الله، الخضر أم موسى؟ والصحيح أن موسى ليس فقط أفضل من الخضر، لا، موسى إذا كان الأنبياء المذكورين في القرآن 25 نبيا منهم 5 أولو العزم أفضلهم موسى واحد من أولي العزم. يعني موسى عليه السلام أفضل من هود وأفضل من صالح وأفضل من شعيب وأفضل من اليسع، أفضل من هؤلاء كلهم، فما بالك أن يكون أفضل من الخضر أيضا. ولذلك لما ذكر موسى عليه السلام له هذا، موسى عليه السلام مستعد أن يتبع رجلا أقل منه رتبة ما دام عنده علم ممكن أتعلم أنا منه. ولذلك يا جماعة يقولون ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. الإنسان الذي يتكبر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا ينال العلم مستح ولا متكبر، لا ينال العلم مستح ولا متكبر. لما أرسل هارون الرشيد يوما كان يريد مسألة في الحج، وسأل العلماء الذين عنده ما عندهم علم في المسألة، قال طيب يا جماعة من يفتيني؟ قالوا ما يعلمها إلا عطاء ابن أبي رباح. وكان عطاء عبدا مملوكا لسيدته، قالوا وكان قصيرا دميم الخلقة أعرج شديد العرج، فسيدته ما تدري ماذا تفعل به. إن قالت اشتغل حمال في السوق ما يقدر يشتغل حمال، إن وضعته في بقالة يشتغل الناس ما يريدون أن ينظروا إليه ولا، فأعتقته، قالت أنت حر لوجه الله، روح ما دام ما أستفيد منك أنت حر. فجاء إلى أمه وقال يا أمي أنا اعتقت، جعل يبكي. ما في أحد يعتق ويحزن إلا عطاء، لأن سيدته في السابق ملزمة أن تؤكله وتشربه وتسكنه، الآن خلاص أنت مسؤول عن نفسك. قالت له أمه يا ولدي هل تريد عز الدنيا وعز الآخرة؟ قال نعم. قالت أطلب العلم، فتوجه لطلب العلم، فأصبح أعلم الأمة في زمانه. فهارون الرشيد عنده مسألة في الحج، سأل العلماء الذين عنده واختلفوا، قال من يفتيني فيها؟ قالوا ما يعرف لها إلا عطاء بن أبي رباح. قال ادعوا لي عطاء أن يأتيني. فجاءوا إلى عطاء وقالوا له هذا الخليفة يريدك يا عطاء. فقال يريدني ماذا؟ قالوا يريد أن يستفتيك، يريد علما. فقال قولوا له العلم يؤتى ولا يأتي، ما دام هو اللي يريدني وهو اللي محتاج إلي يأتيني، العلم يؤتى ولا يأتي. قالوا هذا الخليفة، قال وصلوا له الكلام. فوصلوا إلى الخليفة فقام وأخذ معه الأمين والمأمون ابنيه ومضى. ثم لما أقبل وإذا الناس متزاحمون على عطاء، فتفرق الناس عن الخليفة. عطاء كان يخبر أمامه 5 6 حجاج، ما درى إلا الخليفة فجأة أمامه. هم الناس ماسكين صف. فنظر الخليفة قال الخليفة عندي مسألة. قال ارجع وامسك الصف مع الناس، كلنا محرمين وكلنا حجاج، ارجع وامسك، هذول عندهم مسائل أيضا. فرجع وامسك الصف. طبعا كل اللي أمام الخليفة اختصروا في أسئلتهم، وكلهم قالوا يسأله عطاء يقول له فهمت الجواب؟ يقول لي فهمت بس خلني أمشي. فلما وصل الخليفة بين يدي عطاء وأجاب السؤال عليه، خرج يعني مضى من عنده وقال لابنيه يا بني اطلبا العلم، فوالله ما رأيت نفسي في موطن أنا فيه أذل وأحقر من مكاني بين يدي هذا العبد. يقول عمري ما انذليت إلا لما وقفت هنا، لأن عنده شيء أنا أحتاج إليه ولا وجدته عند غيره. ولذلك ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. الإنسان يا جماعة كلما طلب العلم اعتز وصار له مكانة وصار له
عند الناس مقام، فإن أخلص لله وصارت نيته صادقة لم يطلب العلم ليماري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، لا، طلب العلم إخلاصا لله، فإن الله يجمع له العزين في الدنيا وعزا في الآخرة. والعلماء هم من أرفع الناس درجة يوم القيامة. ولذلك هنا موسى عليه السلام يعلم بأن الخضر ليس في فضله، وأن موسى بعث إلى قوم كثر وأنت الخضر أراك وحيدا، ومع ذلك بل العلماء اختلفوا هل الخضر أيضا نبي أو ليس نبيا، ومع ذلك موسى يقول هل أتبعك؟ بعدين قوله أتبعك ما قال هل أصاحبك هل أجالسك، لا، أنا سأكون تابعا لك، أنا سأكون كالخادم معك، أن تذهب يمين أذهب معك يمين، تذهب يسار أذهب يسار، في سبيل أني أتعلم منك العلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ابن عباس لا ينال العلم مستح ولا متكبر. إنسان الخجول اللي يريد يسأل فيستحي من هذا ويخجل من هذا، هذا لا يتعلم العلم. ولا المتكبر الذي تقول له تعال احضر محاضرة فيقول لك أجي وأحضر بين هالناس، لا ضعوا لي مجلسا خاصا، لا أحضروا لي الشريط بعدين، لا أنا سأتابعها من كذا. الإنسان كلما صرف وقته وجهده وأذل نفسه لطلب العلم، والعلماء لهم في ذلك أعاجيب، ولولا أني أخشى أن نخرج عن موضوع هذا اللقاء، وإلا لذكرت لكم أعاجيب من علماء صبروا على الجهد والتعب وضنك العيش والجوع الشديد في سبيل طلب العلم وتحصيله، ثم أعزهم الله تعالى. يا جماعة أم الإمام أحمد كانت تقول لي يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فقير، وتقول ما في البيت إلا أنا وأنت ما عندنا أكل، أنت اذهب اطلب العلم وأنا أغزل أصنع قماش وأبيعه وأعطيك تصرف على نفسك. الشافعي رحمه الله كان يحضر بين يدي الإمام مالك وهو صغير ما عنده قيمة الدفتر والأوراق والقلم يكتب به، يقولون فكان يضع يده اليسرى كف يده اليسرى ويضع أصبعه السبابة من يده اليمنى في فمه ويبدأ يحرك على يده اليسرى، فظنه الإمام مالك يعبث. لما حضر درسين أو ثلاثة قال له الإمام مالك تعال يا ولد، كان صغيرا دون الحلم، حتى قالوا كان الشافعي يفتي الناس في رمضان وهو يشرب ماء بجانبه في النهار، ما وجب عليه الصوم، عمره 12 سنة ويفتي الناس في فتاوى الصيام. فقال له مالك، قال له تعال يا ولد، جاء الشافعي وجلس عمره 10 سنوات، قال من اليوم لا تحضر عندنا في الدرس. قال لماذا؟ قال أنت تعبث، أن تأتي وتلعب أصبعك في فمك وتحرك، أنت تعبث. قال ما أعبث والله كذا تعبث. فقال والله ما أجد، أنا يتيم وجئت للمدينة فقط عشان أطلب العلم، ما في إلا أنا وأمي. قال لا تحضر، خلاص ما في فائدة، يعني إذا ما تكتب إيش الفائدة؟ قال إني أحفظ. قال تحفظ؟ قال إن شئت سمعت لك ما ذكرته في دروسك كلها. قال فافعل. قالوا فسمع له 500 حديث من الموطأ، فعز عند الإمام مالك وأكرمه. وكانت أم الشافعي إلى ديوان الأمير وتأخذ الأوراق اللي يرمونها في الخارج، يكون عليها يعني من الأمير أوامر أو توجيهات، فتأتي بها إلى ولدها ويكتب في الخلف، يكتب في ظهر الورقة، فتجد وجه الورقة مكتوب فيها كلام من الأمير، والظهر مكتوب فيه حدثنا مالك. وذلك لأنه كان يتعب في سبيل ذلك. فطالب العلم لا ينبغي أن يتكبر أو أن يأبى طلب العلم أو نحوه، بل ينبغي أن يتعب لأجله وينصب، وبمقدار ما تتعنى تنال ما تتمنى. ولا ينال العلم براحة الجسد، ومن أراد الراحة ترك الراحة، اللي يريد الراحة في الأخير والعز يترك الراحة في البداية. ولذلك موسى عليه السلام وهو رأس في بني إسرائيل، وهو الذي يقلب الله تعالى له العصا حية ويخرج يده بيضاء للناظرين، وهو الذي يخطب في بني إسرائيل وإذا آلاف الناس أمامه بل ربما الملايين، ومع ذلك يذهب إلى رجل ما يعرفه أحد ويقول هل أتبعك؟ ما تكبر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نظر الخضر إليه قال إنك لن تستطيع معي صبرا
لن تستطيع تصبر معي يا موسى. قال ستجدني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. كيف ممكن تصبر على شيء أنت ترى ظاهره خطأ وهو له سبب آخر؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه، وزع مالا على بعض الناس، فقال له سعد يا ابن أبي وقاص، قال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. ثم نادى واحد ثاني وعطاه، وقفز ذلك الرجل ما أعطاه. فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان من المجموعة؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. ثم نادى الثالث والرابع يعطيهم. فقام سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ لا أراه مؤمنا. قال أو مسلما، يقوله ملاطفة لسعد. ثم لما انتهى سعد الآن يرى في ظاهر الأمر أن الصواب أن فلان يعطى مثل ما أعطي أصحابه، هم 10، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام 9 وترك واحدا. بينما في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيئا آخر لا يعلمه سعد. فلما انتهى من تزيع قال إني لأعطي رجالا أموالا أتألفهم بها على الإسلام. أنا في ناس أعرف أن إيمانهم ضعيف، لو ما أعطيهم مال وأتحببهم ممكن يتركون الإسلام. إني لأعطي رجالا أموالا أتألفهم بها على الإسلام وأكل رجالا إلى إيمانهم. فكانت هذه المدحة لهذا الرجل الذي ترك أحب إليه من كل المال، أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه. فأحيانا أنت ترى الأمر لقلة خبرتك أو قلة علمك تراه خطأ بينما يكون فيه صواب وأنت لا تدرك ذلك. فالخضر يقول لموسى يا موسى أنت ستتبعني لكن لا تعترض علي، أنا سأشرح لك بعد ذلك ما السبب وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك إيش أمرا، أنت تتأمر علي، أنا خادم بين يديك. ما قال ولا أعصي لك رأيا، ما هي رأيا مساقة مع الآيات، وإنما قال ما قال ولا أخالف لك رأيا ولا أخالف لك قولا، لا، ولا أعصي لك أمرا. طالب العلم يا جماعة ينبغي إذا رأى العالم الذي يستفيد منه أن يتحمله، حتى لو العالم شد عليه، العالم قسى عليه، تحمله. وربما رأيت من شدته أحيانا لأن طبعه هكذا، ينبغي أن تصبر عليه وأن يكون لك قدرة على تحمله حتى تستفيد من علمه. كما قال اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. قال ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، الشرط اللي بيني وبينك، فلا تسألني عن شيء، لا تعترض علي بشيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لا تعترض علي، أنا إذا فعلت أشياء معينة أجلس معك بعدين وأقول لك شوف ترى الشيء الفلاني فعلته عشان كذا، والشيء الآخر فعلته عشان كذا، والشيء الثالث كذا. لا تعترض علي من البداية على كل شيء. فانطلقا، جاءوا يمشون على الساحل معهم يوشع، حتى إذا ركبا في السفينة جاءوا ركبوا البحر لينتقلوا من جهة إلى الجهة الأخرى. وأنتم تعلمون أن الدلتا البحر الأحمر يمكن الانتقال من مكان إلى مكان، بل إن الصحيح أيضا أن البحر الذي انشق لموسى عليه السلام هو الجهة اليسرى التي جهة مصر، هي التي انشقت لموسى وجاء في بحر في صحراء سيناء، وغرق فرعون في هذه المنطقة. فهما ركبا ينتقلان إلى المنطقة الأخرى. جاءوا وإذا مجموعة من السفن تنقل الناس، فجاءوا إلى سفينة، فهذه السفينة عرفوا الخضر أنه رجل صالح ورأوا كرامة، رأوا معجزاته، فأركبوا الخضر وموسى ويوشع ببلاش. موسى رأى أهلها ضعفاء مساكين يسترزقون من صيد السمك، والواحد يبيع السمكة بكم درهم يطعم أولاده، واضح أنهم مساكين ضعفاء. وكثر خيركم أنكم ركبتونا ببلاش أيضا ما أخذتم أجرة منا. حتى إذا ركبا في السفينة، أول ما استويا على السفينة جلس الخضر
فأقبل عصفور وأخذ يطير، ثم اقترب بمنقاره من البحر ورشف رشفه طار. فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من البحر. هذه أول حكمة. ثم هذا العصفور أخذ لفه شوي، ثم جاء وجلس على جدار السفينة ساكت، والسفينة ماشية والصيادين مشغولين، اللي يصلح السمك واللي يصلح السنارة واللي العصفور لما ركض وشعر بالراحة والطمأنينة غرد. وبعض التغريدات تجيب مشاكل. غرد أحيانا تسجنك، أحيانا توقفك، أحيانا تقتلك. العصفور غرد، فلما غرد التفت إليه أحد الصيادين ووضع السهم في القوس ورماه. فقال الخضر موسى: لو سكت لسلم. صح؟ اي والله لو سكت لسلم. ليته ما غرد يا أخي، كان يمشي وضعه وتمشي أموره. المهم العصفور غرد وذبحوه قتلوه. فقال الخضر لموسى: يا ليته ساكت يا أخي، لو سكت لسلم. فكان الخضر أصلا رجلا حكيما. ثم لما أبحرت السفينة في البحر وانشغل الصيادون، أقبل الخضر وأخذ فأسا في السفينة ووضعه تحت لوح من ألواحها وحركه وأخرج أولئك إلى المكان الذي يخرج منه الماء وجعلوا يصلحونه. موسى عليه السلام ينظر. قال الله تعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ماذا فعلوا لنا حتى نخرب سفينتهم؟ كثر خيرهم ركبونا ببلاش وتخرب السفينة، بدل ما تقول جزاكم الله خير وبنساعدكم في شيء، تخرب سفينتهم. هذا مكافأتهم. أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. صراحة هذا الأمر خطأ. إمرا يعني خطأ. قال له الخضر: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. لا تستعجل، أنا ما قلت لك لا إنك لن تستطيع معي صبرا. أنا بخبرك بعدين ليش أنا خرقتها. أنا ما أبغضهم ولا أريد أني أغرق هكين، في سبب أنت ما تعرفه. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. أنا عاهدتك ونسيت العهد. أنا قلت لك لن أسألك عن شيء، لكن أنا نسيت العهد. لا تؤاخذني، سامحني. أخذ ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا ترهقني، لا تتعبني. من أمري يعني من فعلي، أنا فعلت شيئا لا تتعبني عشانه، خلاص. ولا تعسر علي، لا تقول لي خلاص اذهب لن تطلب العلم معي، سامحني. سامحه الخضر. فانطلقا، نزل من السفينة وأقبلوا، وإذا غلمان يلعبون، وإذا غلام في جهة من المكان. فأقبل الخضر وأمسك هذا الغلام وأمسك برقبته وكسرها، مات الغلام. قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. موسى يعني السفينة خرقتها تتصلح، لكن قال قتلت فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. زكية يعني طاهرة، ما سوت معصية. لقد جئت شيئا نكرا. الأول إمرة والثاني نكرا أعظم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى خجل. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لا تأخذني معك، أنا أتعبتك. قد بلغت من لدني عذرا. أنت والله ما قصرت، صبرت علي المرة الأولى وصبرت علي المرة الثانية، خلاص أنا إن اعترضت عليك مرة ثالثة
ممكن تطردني، خلاص تقول أنت لا تصاحبني، أنت ما أخذ راحتي في التصرفات وأنت معي، لا تصاحبني، قد بلغت يا الخضر من لدني من جهتي عذرا، أنا أعذرك. وانطلقا حصل لهم الموقف الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، يا ليته صبر حتى يحكي الله لنا من خبرهما عجبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول قصة موسى والخضر مفيدة وجميلة. يا ليت أن موسى طول مع الخضر حتى نسمع أعاجيب، يا ليت موسى صبر مع الخضر حتى نسمع من خبرهما عجبا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، جاءوا قالوا: سلام عليكم، نحن ضيوف عندكم. والأصل أنه إذا نزل ضيف بالشخص ما يحتاج أنه يقول لك يعني أكرمني، ضع لي ما يوضع للضيف، لا، المفروض أنت بنفسك يا أخي. دخل واحد ضيف عندك وجلس، ما يليق أنه يأتي ويجلس وبعدين تجلس أنت تنظر إليه، معناها يا أخي ادخل، أحضر له قهوة، أحضر له شاي، أحضر له ماء، عصير، ضع له ضيافة. هذا الأصل حتى عند الأمم السابقة. ولذلك يا جماعة حتى في الشريعة يقولون لو نزل رجل بآخر ولم يضع له الضيافة التي توضع للضيف وهو قادر على أن يضعها، جاز للضيف أن يأكل من طعامه بقدر ضيافته من غير إذنه. يقوم يأكل من التمر، يشرب من القهوة ولا يستأذن منه، لأن هذا حق لي أنا كضيف نزلت بك، ما دام أنك قادر وليس هناك مانع يمنعك من إكرامي، لماذا لا تكرمني؟ ولذلك جاءوا، انطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، جاءوا: سلام عليكم، نحن ضيوف عندكم. فأبوا أن يضيفوهما. صار أهل هذه القرية بخلاء. وليس خلق من الأخلاق المنتشرة أقبح من البخل. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. جاء مرة وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، يعني يريدون الدخول في الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من سيدكم؟ يعني حتى بس أتكلم مع السيد. من سيدكم؟ قالوا: سيدنا فلان. فرحانين، يعني هذا رجل نسبه رفيع وشجاع ومنظره يصلح سيدنا فلان. ثم قالوا: غير أننا نبخله، والله سيدنا فلان لكن والله إنه بخيل شوي. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ هو فيه داء، فيه مصيبة أعظم من البخل؟ فيه خلق سيء يذم به الإنسان أكثر من البخل؟ قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم فلان. غير سيد القبيلة عشان خلق البخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كان أجود من الريح المرسلة. شفت كيف الريح تأتي وتنزل المطر على البوادي وتقلبها خضراء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وجودا منها. وزوجاته عليه الصلاة والسلام على هذا. أقبلت امرأة ضعيفة كما في صحيح مسلم وطرقت الباب على عائشة، قالت: والله ما ذقت أنا وبناتي شيئا من 3 أيام. نظرت عائشة في البيت فلم تجد في البيت كله إلا 3 تمرات، وخرجت وأعطتها المرأة. ما قالت والله نحتاج، ما عندنا إلا، أعطتها المرأة 3 تمرات. فأكلت المرأة وأعطت بنتيها، ثم شقت التمرة بينهما إلى آخر الحديث. لكن الشاهد أن الكرم والجود ليس الإسراف. يعني جاء إنسان بيتعشى عندك، ما أقول ضع له 3-4 خرفان، لا، هذا إسراف منهي عنه. لكن أهم شيء ألا تكون بخيلا في طعامك، إذا كنت قادرا على مثل هذا. ولذلك مدح من مدح حتى من العرب الأوائل، مدحوا بالكرم والجود عند الآخرين. ولذلك ذكر الله تعالى هذه القصة تنبيها على هذا. فأبوا أن يضيفوهما، ما يخجلون ما يستحون، ينزل بهم رجال أكارم كموسى والخضر، واضح من هديه ومن سمته أنه رجل له جلالة قدره، ومع ذلك ما يضعون له طعاما. أقبح بهذا الفعل. فأبوا أن يضيفوهما، خلاص تركهم الخضر وموسى ومشوا.
فوجد فيها في القرية نفسها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ريح أو جاء طفل وضربه مرارا سقط الجدار، فجاء الخضر وأخذ وجعل يخلط معه الماء ويصلح ويعدل من هنا ويعدل من هنا ويضع أحجار حتى أقامه، حتى رجع الجدار. ممكن يصبر الجدار 10 سنوات 15 سنة. موسى لما رأى الخضر يشتغل قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الشغل اللي تشتغله هذا وأنت تشتغل في جدار ما حد قال لك اشتغل. أنت لو بحثت وين صاحب الجدار وقال لك أنا موجود، قلت طيب أعطني أجرة أني صلحت جداركم. تشتغل ببلاش وإحنا جائعين. لو قلت لصاحب الجدار أعطنا تمرا لقاء شغلي أو أعطنا شيئا كان أحسن. تشتغل ببلاش، وهؤلاء ما أكرمونا، ما يستحقون نشتغلهم ببلاش. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر هذا فراق بيني وبينك. أنا المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم هذه الثالث مرة قلت إذا سألتك عن شيء فلا تصاحبني، خلاص ما أصاحبك. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تعال أشرح لك الأشياء. سأنبئك بتأويل يعني بتفسير. تقول ما تأويل الآية يعني ما تفسير الآية، ما تأويل هذه الرؤيا يعني ما تفسير هذه الرؤيا. أخبرني بالشيء الخافي عني. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخذ يشرح له المواقف الثلاث. أما السفينة التي خرقناها فكانت لمساكين يعملون في البحر. هؤلاء المساكين ما عندهم مزارع يعملون فيها، ما عندهم دواب يشربون من لبنها ويبيعونها، ما عندهم إلا البحر. يعني لو تتدمر عليهم سفينتهم ماتوا من الجوع هم وأولادهم. فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أنا قصدي أعمل فيها عيب. ليش؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول هؤلاء المساكين ما يعلمون أن أمامهم الآن قراصنة، ملك متسلط معه مجموعة قراصنة. كل ما جاءتهم سفينة ينظرون إذا السفينة جيدة جاءوا وانتهبوها من أصحابهم ورموا أصحابها في البحر وأخذوا السفينة منهم. لكني أريدهم إذا جاءوا ونظروا في السفينة وإذا السفينة معيبة مصلحة كذا قالوا لا هذه ما تصلح للملك وتركوها معهم. فأنا أريد مصلحتهم. مثل ما ذكروا أن وزيرا كان عند أحد الملوك، وكان كلما حصل شيء عند الملك يقول له الوزير لعله خير لعله خير. الملك يقول مثلا والله غزونا البلد الفلاني وهزمونا، يقول لعله خير، ما تدري يمكننا خير لنا. يمرض واحد من عيال الملك فيقول الخليفة فيقول للوزير ولدي مريض، يقول يا رجال لعله خير ايش دراك. يقولون في يوم من الأيام الملك كان يصلح سهاما عنده فقطع أصبعه دون أن ينتبه، السهم حاد وانقطع أصبعه، فأمسك أصبعه وكذا وانقطع أصبعي. فقال الوزير لعله خير. قال أقول لك انقطع أصبعي وخير؟ قالوا ايش دراك لعله خير؟ قال اسجنوه اسجنوه. فسجنوه. ثم خرج الملك للصيد وضاع عن حرسه ومر بقوم يعبدون صنما، وكانوا لهم يوم في السنة اللي يمر بالصنم يذبحونه للصنم تقربا إليه. إلا مر الملك هذا فأخذوه بيذبحونه. قال أنا ملك. قالوا ما في ملك، احنا عندنا هالصنم اللي يمر في هذا اليوم يذبح تقربا إلى الصنم. فلما أوثقوه وأضجعوه ليذبحوه نظروا وإذا أصبعه مقطوع، فقالوا لا 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 هذا إنسان مشوه عيب نذبحه لصنمنا، وفكوه وأطلقوه. فقال والله هذا خير ينقطع الأصبع ولا تنقطع الرقبة. فجاء وأطلق ذلك الوزير. فالخضر هنا يقول أنا أحدثت فيها عيبا،
هؤلاء ما يدرون أن هذا العيب في مصلحتهم في الأخير. فالملك هذا الظالم إذا جاء ونظر في السفينة ورأى فيها عيبا تركها لأصحابها فيكون خيرا لهم. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. انتهينا من الأولى، اقتنع موسى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار الذي رأيتني جئت وصنعت وصلحت وأقمته ووضعت عليه ما وضعت من الحجارة والطين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. إذا ليسوا في القرية، لا ليسوا في القرية، لأنهم أقبلوا على قرية فأهلها بخلاء، لكن هذا الجدار على بستان أو على بيت أو كذا اللي هو لهم ليسوا موجودين في القرية حتى نقول أعطونا طعام عشان اشتغلنا لكم أصلا، إنما هم في المدينة. ولذلك ما قال في القرية، قال في المدينة. وعادة الناس يكون يسكنون في المدن ويكون عندهم بساتين في القرى، أليس كذلك؟ في قريته الأصلية وينتقل المدينة يقول والله بذهب إلى القرية. فيقول أصلا أنت تقول لي خذ الأجرة من أصحاب الجدار، أصحاب الجدار غير موجودين، وأيضا أيتام مساكين أذهب إليهم هناك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أبوهم قد خبأ كنزا تحت هذا الجدار وكان رجلا صالحا، فالله لصلاحه حفظ الله ذريته بذلك. يقول بعض أهل العلم إنه كان أبوهم السابع جدهم السابع لصلاحه ولبركته حفظ الله أولاده من بعده. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، لأن الله رحمهم. ثم قال وما فعلته عن أمري. هذا هو الشاهد لمن ذكر من أهل العلم أنه كان نبيا، لأنه يقول ما فعلته عن أمري. ثم أن الخضر كان يتصرف بأشياء فيها علم غيب، يقتل الغلام لأنه سيصبح كافرا وأبواه يكفران بسببه، هذا أمر غيبي ما يعرفه أي إنسان. ولذلك قال وما يا موسى الأشياء أنا أفعلها من عندها إنه كان نبيا. ثم قال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذا جواب كل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا هو خبر الخضر مع موسى عليه السلام وما فيه من عبرة وعظة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وأن يرفعنا الله تعالى بهذا القرآن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القرآن قائدا لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم احفظنا في بلادنا وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم ألف قلوب المسلمين واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله